ماذا يريد حكام الجزائر من المغرب؟ سؤال يطرح نفسه بإلحاح كبير في ظل ما تقوم به الجارة الشرقية من ممارسات عدائية بلغت مؤخرا حتى إلى المجال الرياضي. الأمر هنا يتعدى الأقاليم الجنوبية المغربية بل وحتى الحدود المغربية الجزائرية. إن عند عرض ما تقوم به الجزائر من ردود فعل باستعمال جميع مؤسساتها التي يتحكم فيها الجيش الجزائري، من ضمنها الإعلام، يجعلنا نستخلص أن الجزائر جعلت من المغرب عدوا لبلادها وليس الصحراء المغربية. فالإعلام الجزائري لا يتحدث سوى عن عدو اسمه المغرب لا يراه إلا هو. عدو ليس إلا في مخيلته، فالجزائر ترغب في معاكسة كل ما يمكنه خطف أنظار العالم من إنجازات مغربية في البنية التحتية والصناعة والفلاحة والتكنولوجيا الحديثة، حتى لا يقارن الشعب الجزائري مع ما يقوم به المغرب وما هو موجود في بلدهم الجزائر. فالمؤسسات الدولية أصبحت تتحدث في الوقت الأخير عن هذه الإنجازات المغربية، والإعلام الجزائري أصبح لا يتحدث إلا عن قضية واحدة، وهي جارة اسمها المغرب تعرف انهزامات واضطرابات اجتماعية واقتصادية. إن النجاحات التي حققها المغرب في مجموعة من المجالات جعلت جنرالات الجزائر يفقدون صوابهم وشنوا حربا إعلامية ضد المغرب، وهذا ليس له أي علاقة بالمبادئ التي يدعي هذا النظام أنه يدافع عنها. إن الأمر يتعلق بالمغرب وليس بالصحراء المغربية ولا بشرذمة الجماعة الانفصالية البوليساريو. فالنظام العسكري في الجزائر يعرف علم اليقين أن ما حققه المغرب من إنجازات وتقدم يحرج الجزائر بلد النفط والغاز، ويعلم جيدا أن العمق الإفريقي وتعاون جنوب وفق مقاربة رابح تشكل رافعة أساسية في الاستراتيجية التنموية للمغرب، لذلك يسعى بكل ما يملك من قوة للتشويش على هذا النمو. إن الأرقام التي نشرها البنك العالمي مؤخرا والتي لم يستطع الإعلام الجزائري التطرق إليها تؤكد ما يروجه له الإعلام الجزائري من حرب عدائية ضد المغرب لوقف عجلة تقدمه. فالجزائر تعيش أزمة نفسية تجعله يخفي الحقيقة على شعبه ويصور المغرب بأنه بلد فقير ويعرف فشلا اقتصاديا واضطرابات اجتماعية. لكن الواقع غير هذا، فلقد نشر البنك العالمي في تقريره أرقاما تشير إلى المغرب احتل مراتب متقدمة عن الجزائر. ففيما يخص البنيات التحتية السياحية، فلقد احتل المغرب الرتبة 39 عالميا، فيما الجزائر احتلت الرتبة 37 بعد 100. وفيما يخص الشركات الاستثمارية في إفريقيا، فقد بلغت 61 شركة بالنسبة للمغرب، فيما عدد شركات الجزائر 17 شركة فقط. أما بالنسبة لمداخيل العملة الصعبة من صادرات الصناعة والخدمات، فقد بلغت 64 مليار دولار بالنسبة للمغرب، فيما الجزائر 42 مليار دولار. أما بالنسبة لترتيب البلدان الأكثر استعمالا للإنترنت على الصعيد العالمي، فالمغرب في الرتبة 45، فيما الجزائر في الرتبة 91. وفيما يخص ترتيب البلدان عالميا في مؤشر قوة البنوك، فالمغرب 29 عالميا، فيما الجزائر 107. أما عن القطاعات الأكثر تصديرا، فالبترول والغاز يمثل 93% من مداخيل الجزائر، بمعنى أن اقتصاد الجزائر يعتمد على هذه المادة ولم يقم بأي مجهود لتنويع مصادر مداخيله. وبالنسبة للمغرب، فتحظى صناعة السيارات بحوالي 27% و21% للصناعات الغذائية. وإذا تحدثنا عن بنية النقل التحتية، فالمغرب في الرتبة 41 عالميا، فيما الجزائر في الرتبة 94. وفيما يخص جودة الموانئ، فالمغرب في الرتبة 24 عالميا والجزائر 82 عالميا. وبالنسبة للأداء عبر الإنترنت، فالمغرب حقق 9.7 مليون عملية سنة 2019، فيما الجزائر لم تقم سوى بحوالي 202 ألف عملية. أما عن القيمة السوقية للبورصات في شمال إفريقيا، فالمغرب 7 مليار دولار والجزائر 0.3 مليار دولار فقط. أما عن جودة النقل الجوي، فالمغرب في الرتبة 38، فيما الجزائر في الرتبة 2 بعد 100 عالميا. وهناك المزيد من الأرقام الصادرة عن البنك العالمي التي تتفوق فيها المغرب بلد الصناعة والفلاحة والخدمات عن الجزائر بلد البترول والغاز.
إن هذه الأرقام تفضح حكام الجزائر، لكنهم عوض الاتجاه نحو منطق الصواب والعمل على تلطيف الأجواء مع المغرب والتفكير في إقامة تعاون مع جيرانه بما يخدم مصلحة شعوب المغرب العربي، يتجه جنرالات الجزائر نحو معاكسة المغرب في مشروعه التنموي من خلال الرهان على قضية الصحراء لإفشال أو على الأقل إضعاف أو تأخير طموحه التنموي. لكن المغرب بالرغم من هذه المضايقات يرفع من سقف طموحاته لتحقيق التقدم والازدهار لشعبه وللمنطقة باعتماده على نموذج تنموي مغربي يشمل جميع القطاعات الواعدة، وهو ما لا يستطيع جنرالة الجزائر مجاراة المغرب فيه. لذلك تجدهم يتهجمون على مؤسسات المغرب ويتجهون نحو تقليد مشروعه التنموي، كما حدث في صناعة السيارات، حيث أهدر النظام الجزائري أموال البلاد في مشروع فاشل، فيما يعرف مشروع السيارات في المغرب تقدما سنة بعد سنة.